ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مكونات اكلة السمك. يعني هنعمل وجبة غدا سمك. انا جبت سمك مشوي. عايزة بقى نعمل معاكم الرز الخاص بالسمك المشوي اللي بيطلع تحفة. وكمان هنعمل مع بعض طريقة البطاطس المسلوقة اللي هي بتبقى مع السمك. يعني هنعمل رز واحنا عندنا السمك، وهنعمل بطاطس مهروسة. هقول لكم طريقة كل حاجة انا بعملها ازاي. وبجد اكلة السمك دي هي الاكلة المفضلة عندنا انا وجوزي وابني، عشان خاطر هي طبعا صحية، اكلة صحية، وكمان عشان سهلة، وكمان عشان انا بعمل الرز بتاع السمك حلو جدا. هقول لكم الطريقة دلوقتي. تمام، هنعمله مع بعض. وكمان البطاطس المسلوقة بعملها برضو بتطلع تحفة. فحبيت افيدكم عشان لما تيجوا بإذن الله تاكلوا السمك تعملوا بنفس الخطوات بنفس الطريقة، وان شاء الله تبقى ايه الاكلة المفضلة عندكم انتوا كمان. تمام، يلا بينا نبدأ نعمل الرز بتاع السمك المشوي. طبعا في ناس بيحبوا ياكلوا السمك المشوي مع الرز الاحمر. لكن احنا بنحب او متعودين على ان السمك المشوي بيتعمل مع رز ابيض. اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ده الرز الابيض اللي بيتاكل مع السمك المشوي. يعني انا مش برجح قوي ان احنا ناكل السمك المشوي مع الرز الاحمر. الرز الاحمر احنا بنعمله بس بناكله مع السمك المقلي. السمك المقلي احبه مع الرز الاحمر، انما السمك المشوي مع الرز الابيض. تمام، هنجيب كيس الرز. معانا هنا رز الابيض او اي رز عادي يعني. هنجيب كوبايه. دي الكوبايه اللي احنا بنعيق بيها. تمام، ماشي. انا عيقت هنا كوبايتين وربع. تمام، هجيب بقى حله. هناخد الرز ده هنغسله، ولما الميه هتغلي هننزل فيها الرز وهنسوي بقى ايه السوا الطبيعي بتاع الرز الابيض، مفيهوش اي مشكله، او بتاع اي رز يعني. طبعا لو نوع الرز الابيض من النوع اللي بيشرب ميه، متستنيش عليه لما الميه تنشف من عليه وبعد كده تقومي موطيه النار كده، لا، متستنيش عليه. هتسيبي فيه شويه ميه صغيرين كده عليه، وتبداي بقى توطي النار وتسيبيه يستوي مع شويه الميه الصغيرين دول. انما لو رز ما بيشربش ميه كتير ونوعه حلو، يبقى ايه، يبقى خلاص لما الميه تنشف من عليه هتوطي النار وهتحطي الصاجه، لو انتي بتحطي صاجه او كده، او اللي هي الشياطه. خلاص غسلنا الرز كويس. طبعا في ناس تفضل تغسل في الرز بالخمس مرات وست مرات. ده غلط، انت كده بتضيعي فايدة الرز مثلا بالكتير تشطفيه وبتملي عليه المية وتصفيه. بتعملي الحركة دي 3 مرات، يعني 3 مرات بيبقى زي الفل، مفهوش اي حاجة.
خصوصا لو انتي عامله بنوع نضيف، مثلا الساعه او الاطيب او كده. دول اصلا ايه يعني، ممكن لو شطفتيهم مرتين بيبقوا زي الفل ومفهومش اي حاجه. يعني مش لازم تفضلي تهري في الرز تهري في الرز، ده برضو بيأثر على ان السواق يطلع مش مظبوط او كده، وبرضو بتضيعي فايدته، لان الفايده اللي فيه بتروح بقى في الميه من كتر ما انت عماله تدعكي فيه وغسلتيه 5000 مره. فاهمين؟ بس كده. هنستنى بقى الميه تغلي، وبعد كده هنسقط فيها الرز مع بعض. تمام. يلا بينا بقى نحضر البطاطس عبال ما الميه ما تغلي. انا بحب اقشرها، في ناس بيحبوا ينقعوها ويغسلوها ويحطوها كامله عشان انا بحب ان انا اخلص نفسي واقشرها عشان الطينه اللي عليها اللي هي بتبقى موجوده عليها دي. تمام. وبعد ما بقشرها بغسلها بقطعها كده مربعات، يعني على 4، يعني كل بطاطسايه مثلا بقطعها على 4، وبسيبها بتقعد حوالي 5 دقايق في الميه ومعلقه ملح. تقعد حوالي ايه 15 دقايق، متتأخرش بقى. انما التانية اللي هما بيعملوها بقشرها بتاخد ايه، بحس ان هي بتاخد وقت، تفضلي بقى تنضفيها من الطينة. لا، قشريها وخلصي نفسك، ده من وجهة نظري يعني. طبعا ايه، كل ست بيت ليها طريقتها وليها الحاجات اللي بتميزها وبتحبها، يعني كل واحدة بيبقى ليها طريقتها في بيتها اللي هي متعودة عليها، بس انا بقول وجهة نظري. تمام. بصوا المية غلت، يلا بقى نسقط الرز فيها. هنواجب بقى الغطا كده، مش هنقفله خالص، هنواجبه كده لحد ما تبدأ تدي الرز، يبدأ يدي كده. وبعد كده هنقفل الغطا ونوطي النار شوية، وبعد كده لما المية تنشف هنحط بقى الشياطة. تعالوا بقى نكمل البطاطس. خلاص انا قشرتها وغسلتها كويس اهو. بصوا هعملها كده كل واحدة على 4، وهنا انا في الكسرولة دي حطيت مية. نحط بقى البطاطس وهنحط عليهم معلقة ملح، يلا نحطهم على النار. هنحط معلقة الملح الاول، نحطهم بقى على النار. وبرده هنواجب الغطا كده، مش هنقفله خالص عشان ما تفرش على البوتاجاز وتغرق لنا الدنيا. كده احنا جهزنا البطاطس على النار وجهزنا الرز على النار، والسمك خلاص مشوي جاهز. فاضل بس هنعمل له الشيش بتاعه.
كده فاضل السلطه. يلا بينا نجهز السلطه. انبسطت قوي ان فكره حفظ الخيار والطماطم والفلفل والجزر والليمون عجبت الناس. فكره حفظ الخضار في التلاجة عشان ما يبص. بصوا زي ما قلت لكم الخياره طالعه، انا من ساعتها ما فتحتش العلبه، طالعه زي الفل اهو، مفيهاش اي حاجه. بصوا والعلبه ناشفه من ساعتها وكله زي الفل، مفيش اي رطوبه على الخيارية. بصوا بجد فكرة تحفة، وانبسطت ان الفكرة عجبت الناس برضو وبدأوا يعملوها. يبقى نقول تاني مع بعض الرز الابيض بتاع السمك بيتعمل ازاي. هتجيبي الحلة تحطي فيها المية نفس مقدار الرز، الا لو الرز بياخد مية اكتر فبتزودي حسب نوع الرز. تمام. حاجة تانية الملح، تحطي على كل كوباية مية معلقة ملح، من المعلقة الصغيرة اللي هي بتاعت الايس كريم دي مليانة. اتفقنا؟ يبقى كده هتجيبي الحلة تحطي فيها مية نفس مقدار الرز لو الرز ما بيسحبش مية. تمام. والملح هتحطي معلقة مليانة من المعالق الصغيرة على كل كوباية رز. تمام. خلي بالكم الرز الابيض بيحتاج ملح زيادة شوية عن الرز بتاع الطبيخ. الرز بتاع الطبيخ بتحطي الملح بسيط على القد او كده، ده عادي بتزوديه شويه. تمام. حاجه تانية الزيت، ايا كان هتعمليه بزيت تموين او الزيت اللي هو زيت الذره، في كلتا الحالات بيبقى جميل بيبقى حلو. تمام. يعني لو عملتيه بالزيت العادي اللي هو بتاع التموين بتاع القليه مفيهوش مشكله برضو بيبقى جميل. الرز الابيض بتاع السمك بيبقى جميل بيه. تمام. ايه تاني؟ يبقى احنا كده هنجيب الحله نحط فيها الميه والملح والزيت وهنحطها على النار، ولما تغلي هننزل الرز بس كده. تمام. في بقى طريقه تانية احيانا بعملها بس بلاقي ان النتيجه واحده، يعني هتلاقي النتيجه دي هي النتيجه دي في الطعم. يعني هتجيبي الرز وهتشوحيه في الزيت الاول. تمام. هتحطي الزيت الاول ولما الزيت يسخن هتكوني غاسله الرز ومصفياه، وهتقومي منزله الرز على الزيت، وبعد كده هتشوحي وهتحطي الملح بتاعك وهتحطي الميه بتاعتك تكوني غلياها او ميه ميه عادي يعني من الفلتر. تمام. بس كده. وهتكملي بقى نفس الخطوات. فانا جربت الطريقه دي وجربت الطريقه اللي انا احط كله على بعضه على النار يغلي وبعد كده انزل الرز. الطريقه دي طبعا اسهل، لقيت الطريقه دي اسهل وكمان هو نفس الطعم، فخلاص بقيت شغاله بالطريقه الاسهل دي. تمام. مادام الاتنين بيدوني نفس النتيجه. اوكي. دلوقتي سلقناها خلاص البطاطس، هنهرسها بقى كده. تمام. بعد بقى ما هنهرسها هنحط عليها ايه يا حبايبي؟ هنحطه ايه؟ هنحط معلقه ملح او على حسب كميه البطاطس اللي انت عاملاها. تمام. وهنحطه كمون وهنحطه رشه زيت بسيطه. اهم حاجه الخل بقى، زودي بقى خل لحد ما توصلي للطعم اللي انت عايزاه. الخل هو اللي بيخليها بتبقى تحفه. ماشي. ولو عندك فلفل اخضر حراق او فلفل اخضر عادي، لو انت مثلا عايزه تحطي فلفل اخضر حطي، لو عايزه تحطي توم حطي. بس المكونات طبعا الحاجات دي بتخليها احلى، تديها طعم احلى. بس المكونات الاساسيه الملح والكمون ورشه الزيت والخل، ده بقى ايه اساسي، هو اللي بيوديها في حته تانية خالص. تمام. نحط بقى الكمون
ده بقى فلفل حراق خالص. كفايه كده عشان ما تبقاش مولعه خالص. نقلب بقى. نسينا نحط الثوم، تعالوا نحطه تومية كده متقطعة. طبعا انا بحب ان انا افرز الثوم في الفريزر في برطمان كده. فاضل شويه صغننين اهو. طلع بقى ايه تومية وهنقطعها. على فكره تفريز الثوم مهم قوي، ان انتي مثلا في الفتره اللي الثوم بيبقى رخيص فيها وحلو اللي هو في اوانه، يعني تجيبي الثوم وتقشريه. هتقشريه بس من غير ما تغسليه، وهتحطيه في برطمان ناشف وتحطيه بقى في الفريزر. يقعد معاكي بقى ايه، والله ممكن يقعد سنين، بيبقى زي الفل وما بيبص خالص، وبيبقى كأنه فريش، بيديكي نفس الطعم ونفس كل حاجة. ناخد فص كمان. ماشي، ناخد فص كمان. او ممكن نضربوهم مثلا ممكن نعملوهم في الهون مثلا، او في بتاع ده، في الكبة، زي ما تحبي. لو انت مش عايزه تقطعيهم كده، عايزه تسهلي على نفسك، يبقى هتجيبي الكبة تحطي فيها الفلفل والثوم والملح والكمون. تمام. بس طبعا مش هتحطي في الكبة الزيت والخل. الزيت والخل بقى تحطيهم عادي لما ترجعي البطاطس في الطبق يعني. تحطي الفلفل والثوم والملح والكمون. تمام. قلبناها حلو. عايزين بقى نعملها شكلها حلو عشان يبقى طريقة التقديم كويسة. بصوا، هنبططها كده من الحروف، هنعمل كأننا بنعمل وردة. ماشي. ونخلي الحتة اللي في النص دي كده ايه، قبة. وممكن بقى نحطوا اي حاجة بصوا يبقى شكلها لطيف شوية. ممكن بقى نحطوا هنا ايه، اي حاجة للتزيين، فلفلاية، حتة بقدونس صغننة، اي حاجة. انا حطيت فلفلاية اهي. مش عارفة شكلها لطيف ولا لا. تمام. تعالوا بقى ادوق معاكم واشوف لو ناقصها حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تحفة. تسلم ايديا بجد. رهيبة. اعتمدوا طريقتها دي بجد تحفة. بس عمل طبعا ايه مع اي اكلة سمك، ممكن سمك مقلي، سمك مشوي، سمك صينية، سمك طاجن، اي حاجة، اي اكلة فيها سمك دوسي في الوصفة دي. رهيبة، تحفة بجد. جربوها وهتعجبكم خالص. ماشي. تعالوا بقى نشوف الرز استوى ولا لسه، عشان نطلع برضو الرز شكله شيك شوية. هتجيبي سلطانية كده من السلاطين بتاعت الشوربة الصغنططة، وهتمليها كده رز وتبططيها كده من فوق بالمعلقة. وبعد كده هتجيبي الطبق كده وتعملي كده. طبعا في ناس كتير عارفين الطريقة دي، بس انا ايه قلت اقولها للناس المبتدئين او الناس اللي مش عارفين. يبقى هتملي الرز. تعالوا نعملها مع بعض.
مليناها بالرز، عملنا كده كده الرز نزل معاكي وبقى شكله حلو. ممكن تطبقيها على اي نوع رز بقى، ممكن بقى تحطي جنبيه الخضار، تحطي جنبيه اي حاجه، السمك، اي بقى حاجه تانية انتي عاملاها ممكن تحطيها. لو الطبق لو الطبق كبير، يا اما تعمليها في طبق صغير عادي وما تحطيش جنبيها حاجه. يبقى احنا النهارده عملنا مع بعض البطاطس وعملنا الرز، تمام، اللي بيتعملوا مع السمك المشوي. يا رب تكون الطريقتين عجبوكم، وباذن الله تعتمدوهم بعد كده زي ما انا معتمداهم وبحبهم وبيطلعوا حلوين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا اكلات كتيره ان شاء الله ووصفات تانية كتيره، وعشان تتابعوا الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده باذن الله. السلام عليكم.